هنعمل مع بعض النهاردة شوية قراقيش. عايزة اقول لكم طريقتهم سهلة جدا. هنعملهم مش هياخدوا مننا وقت. زي ما انتم شايفين كده عملت منه سادة من نفس العجينة وعملت منهم بعجوة. وعايزة اقول لكم ان احنا مش هنشتري عجوة، احنا هنعمل لو عندنا بلح في البيت هنعمل بيه. عايزه اقول لكم طريقته سهله. بسكوته ناعمه حلوه جدا، طعمها حلوه، تنفع للولاد لو في وقت الصيف طبعا المصايف وخارجين او نفطر بيها. يعني هي موجوده في البيت بصراحه، بتبقى حلوه جدا للفطار. فان شاء الله تعجبكم ويا رب. اللي يشوف الفيديو يا ريت يعمل لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ دلوقتي. اول حاجه هنعملها هي البلح او العجوه. ممكن نشتريها جاهزة، بس أنا كان عندي بلح من رمضان. طبعا فصصته وغسلته كويس جدا. وبعد كده حطيته على النار كده لحد ما استوي وبدأ ان هو يطرى خالص. وبعد كده بدأت اهرسه كده بالهراسة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هاخد بقى اضيف له كمان معلقه من السمنه البلدي او معلقتين من الزبده زي المتوفر عندنا. نحطه، بس طبعا زيت لا، هو سمنه بلدي او زبده. طبعا هبدا ان انا افرمهم طبعا لان هم محتاجين يتفرموا في الكبه او بالهند. طبعا هفرمهم زي ما انتم شايفين كده عشان يبقوا ناعمين خالص، عشان طبعا دول هيتحشوا. وهضيف لهم معلقتين من القرفة الناعمة، تكون قرفة كويسة جدا عشان في بعض القرفة بيبقى منضاف عليها حاجات تانية. وهضيف لهم نص معلقة من الحبهان أو جوز الطيب. هنيجي بقى نعمل الخميرة. نحط معلقتين سكر ونضيف معلقة من الخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة. ونضيف لهم ربع كوباية من المية الدافية، مش سخنة ولا ساقعة، ونسيبهم على جنب. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا حطيت العجوه في التلاجة عشان خاطر تجمد شويه لانها كانت سخنه. طبعا هنجيب كيلو من الدقيق، هنضيف له معلقه من اليانسون والشمر مطحون نص طحنه بسيطه، وتحويج الكحك او بهارات الكحك، ورشه من الملح. وهضيف بقى 3 معالق من السمسم او 4 زي ما هنحب. وبعد كده هنكون مجهزين كوبايتين من السمنه على زيت. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا عامله كوبايه ونص من السمنه ونص كوبايه من الزيت. عايزه اقول لكم ان هي تحفه بالطريقه دي. طبعا هبدا ان انا ابسها كويس جدا، نبسها كويس، نبسها كويس جدا زي الكحك بالظبط، نفضل ندعك فيها كده. وبعد كده نبدأ زي ما انتم شايفين الخميرة تفاعلت. هنبدأ بقى ان احنا نعجنها. طبعا انا عايزة اقول لكم ان احنا مش بنعجن، هي هتحتاج حوالي كوباية من الكوباية ديت مية، بس مية دافية. وابدا بقى ان انا الم العجينه زي ما قلت لكم. مش بعجن يا دوب بس المها، عشان احنا لو عجنا فيها هتعضم مننا وهتبقى مش حلوه، هتبقى ناشفه جدا. طبعا هلمها زي ما انتم شايفين، بضيف حبه ميه بحبه ميه زي ما انتم شايفين كده، لميتها والبوله بقت نظيفه. هبدا بقى اسيبها ترتاح بس شويه واغطيها. هنجيب بقى العجوه او التمر او البلح، هنجيبه من التلاجة. طبعا زي ما قلت لكم انا حطيته في التلاجة عشان يجمد لانه كان سخن ومش هيتفرد معانا بسهوله. طبعا انا حطيت كيس وفردت عليه. برضو هجيب كيسين تلاجة وهفرد عليهم العجينة، لان هوريكم بس الطريقة سهلة جدا، مش هناخد وقت بقى في التشكيل بتاع القرص او الصوابع العجوة كده. زي ما شايفين كده ابدا افردها بالنشابة. عايزه اقول لكم ان العجينة طرية جدا، هي واضح جدا في الفيديو ان هي طرية. زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا شايفين ده السمك اللي انا عايزاه، مش هتخن اكتر من كده. وهفرد الجزء التاني زي ما انتم شايفين كده. انا فردت اول جزء كده، انا عملت نص 2 وش وظهر قد بعض. وطبعا احط ما بينهم العجوه زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اخرجها بالراحه. عايزه اقول لكم ان هي التمر برضو كان محتاج ان هو يتحط في التلاجة شويه عشان يجمد، بس طبعا انا حبيت اعمل قبل ما العجينه تخمر وكده. زي ما انتم شايفين كده اهو، بدأت ان انا اشيل كده وابدأ بقى احط الطبقة التانية. عايزة اقول لكم دي اسهل طريقة ان احنا نشكل بيها القرص او الصوابع العجوة، عشان طبعا بنبقى لوحدنا وكده ومفيش حد معانا يساعدنا، فدي اسهل طريقة. زي ما انتم شايفين كده، وبعملها بقى صوابع يا بالسكينة يا بتاع البيتزا عادي خالص زي ما انتم شايفين اهو. وبتتقطع والصوابع بتكون قد بعضيها. عايزه اقول لكم يبقى شكلها حلو جدا. طبعا هكون مجهزه الفرن على درجه حراره 180. هدخلها هتقعد مفيش نص ساعه، وزي ما انتم شايفين اللون الجميل ده. وعايزه اقول لكم طعمها، وعايزه اقول لكم ريحه بقى اليانسون والشمر. طبعا انا زي ما قلت لكم اليانسون والشمر بياخد نص تكسيره كده في الكبه. وبس كده، ودي كانت طريقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.